4 من أكبر البنوك قاموا بالتحالف معا لتقديم عملات رقمية تستخدم في المعاملات المالية المصرفية. الفكرة بأن المؤسسات المالية تستطيع أن تقوم بشراء سندات أو أسهم دون انتظار اكتمال عملية تحويل الأموال وفقا للطريقة التقليدية، وبدلا من ذلك تستطيع الدفع من خلال عملات رقمية من الممكن أن تحولها إلى نقد من قبل البنوك المركزية، وبالتالي يتم توفير الوقت والتكلفة. مشاهدينا، اليوم ربما العملات الرقمية لم تنطوي فقط على ما يسمى في البيتكوينز أو أيضا عملات أخرى اليوم عبر الإنترنت، ولكن حتى البنوك اليوم تسعى لأن يكون لديها عملاتها الرقمية خلال الفترة القادمة. طبعا لماذا تتوجه هذه البنوك للاستخدام؟ الفكرة هي واضحة: تسهيل المعاملات بين البنوك التي قد تكون معقدة في بعض الأوقات وتأخذ بعض الوقت، وتسريع الإجراءات، وكذلك خفض التكاليف. نتحدث عن تكاليف فقط لهذه المعاملات بين البنوك هي ما بين 65 إلى حوالي 80 مليار دولار سنويا تكلفة عمليات المقاطعة والتسويات المالية بين البنوك الرئيسية. فبالتالي تكنولوجيا العملات الرقمية طبعا هي عملات رقمية مشفرة تشمل أيضا البيتكوين، تتداول إلكترونيا عبر شبكة من الحواسيب، ولكن هذا ما شاهدناه خلال الفترة الماضية هو فقط كان للبيتكوينز وبعض العملات المشفرة الأخرى، ولكن اليوم ستتجه هذه التكنولوجيا إلى البنوك، هذه البنوك التي تسعى إلى تسريع هذه الخدمات. لو نظرنا إلى البنوك التي تستهدف هذه الاستخدام العملات المشفرة، يعني في الدرجة الأولى كان بنك UBS، ومن ثم شهدنا أيضا بنوك أخرى تنضم إليه كدويتش بانك، ستاندرد تشارترد، وحتى بنك أوف نيويورك ميلون، وبالإضافة إلى شركة الوساطة المالية البريطانية ICAP، كلها انضمت اليوم لUBS للسعي لإصدار هذه العملة، وبالتالي أيضا أخذ الموافقات من قبل المشرعين. هنالك أيضا مؤسسات أخرى تعمل وحدها كسيتي، جي بي مورغان، جولدمان ساكس، وCTL، كلها تعمل اليوم أيضا ليكون لها عملاتها المشفرة لديها. أما بالنسبة للبنوك المركزية والمخاطر المحتملة، دائما هكذا نوع من المشاريع يكون فيه مخاطر. هناك العديد من البنوك المركزية تبحث في هذا الموضوع، نتحدث عن فيدرالي، البنك المركزي الإنجليزي، وأيضا بالنسبة لبنك أوف كندا، البنك المركزي الكندي. المخاطر هي طبعا امان النظام، استقرار القطاع المصرفي. هنالك من الممكن ان نشهد اختراقات، شهدنا العديد من الاختراقات خلال الفتره الماضيه لدى شركات تتعامل في البيتكوينز. هناك شركات من افلست، هنالك اشخاص من افلسوا نتيجه هذه الاختراقات، فبالتالي تحتاج الى حمايه معينه. اما بالنسبه لتشريعات الدول، فشهدنا بعض الدول كانت قد دخلت إلى هذه العملات البيتكوينز. في الدرجة الأولى ألمانيا الوحيدة المعترفة بالعملات الرقمية، وهنالك اليابان تخطط طبعا لجعلها أيضا قانونية، ولكن لم نشهد بعد هذا الانتشار الواسع بين البنوك لجعل هذه العملة أيضا. ولكن هل ستتغير هذا الموضوع في عام 2018؟ هذا طبعا هو التاريخ التي تسعى فيه هذه البنوك لجعل هذه العملات الرقمية متداولة بين البنوك.